سألوني عن خبز الشوفان ونسيت أصور الطريقة. خطواتها كلش بسيطة. تجيبون أي نوع شوفان انتو تحبونه وتستخدمونه. أنا أحب هذا اللي يكون تحسون حباته خفيفة شفافة رقيقة. تطحنونه بمنطحنة البهارات بحيث يصير بودرة مثل الطحين. بعدين تحطون وياه ملح حسب الرغبة. أنا أفضل يكون كلش قليل. واهم شي تجيبون طاوة ما تلتصق بيها العجين ابدا. طبعا هسه هاي الطاوة حارة لاني سويت بيها قبل شوي. تحطون هيجي كمية قليلة وهسه هيجي تفردونها لحد ما تصير دائرة. اهم شي لا تخلونها تصير كلش خفيفة انتو دا تفردوها بهاي الطريقة، يعني خلوا شوي بيها ثخن. اول ما تحطوها على عين كلش عالية. شغلت الفلاش على مود تشوفون. باعوا بلش الوجه ينشف. هسه من الوجه ينشف تسدون، يعني مو تسدون، تحطونها على نار كلش خفيفة، يعني على أقل خفة. طبعا عندي هاي الطاولة الوحيدة اللي ملتصقت بيها، رغم انه اكو انواع ثانية عندي اياها. طبعا انا دا مثلت بالحكي اني كل ما تبلش الامتحانات يصيبني اعوجاج بلغتي فوق ما هي معوجة اللغة، أصير بصعوبة أحكي، فعادي لا تركزون، مشوا عادي الحياة طبيعية. بس العجينة ما راح تطلع إلا أسوي لها هيك يلا تطلع عادي. الحياة طبيعية. ترجعون تلفونها على الجهة الثانية وترجعونها على عين واسية. بالعادة من أقلبها تنتفخ وياي، بس هالمرة ما انتفخت، ما أعرف ليش، بس عادي الحياة حلوة. هسه تحاولون شنو شوي تضغطونها هيجي برقة، مو تعجنونها عجن، على مود شنو تحاولون انكم اذا في جوه ما مستوي يستوي، لانه اصلا الشوفان بصعوبة ينشف. اصلا هي يعني تنأكل نية عادي حتى لو بقى بيها بطنها، بس يعني طبعا تحاولون تقلبونها مرة هيجي مرة هيجي لحد ما تحسون انه هيجي نشفت شويون، صارت شوي حلوة لطيفة. وعشان اني ست بيت بايدي اطلعها، لا ملقط ولا شي، واغطيها. لازم تغطوها بقماشة، دير بالكم. اكو حركة لازم تسووها بعد ما تسوون خبزة كاملة. لازم الطاولة تحطوها جوا مي باردة وتمسحونها بعدين، يعني تنشفونها من المي، على مود شنو من تحطون الخبزة الثانية ما تحترق. فاهمين علي؟ لانه تصير طاولة كلش حرارتها عالية فتبلش تحترق. انا هاي وحدة تركية علمتني اياها، فاقولكم اياها، يمكن ما حدا معلمكم اياها. وبالنسبة لخبز الشوفان كلش في جماعة الدايت. انا بالنسبة لي دا اكله على مود الكرش حسبي الله ونعم الوكيل. فاهمين علي؟ وثاني شي على مود معدتي كلش تأذيني من الخبز الابيض. ما اعرف الخبز الابيض تحسون دا يحطونه تراب، ما دا يحطونه طحين. فارتاحت معدتي ويا الشوفان صراحة، وحتى اشبع فترات احتريت. المهم انا اقدر اني اسوي شوفان هذا العادي واحطه ويا فواكه ومكسرات مدري شنو، بس بالفتره الاخيره صارت تلعب نفسي واكو هواي ناس ما يتقبلونه. هذا خبز الشوفان اقول لكم الطعم عباره عن لا شيء، يعني من تاكلون ما تحسون انكم تاكلون شيء، بس يوفي بالغرض. اكو بالاسواق الاسمار، وهي اكو انواع ما اعرف شنو هي نازله جديد، بصراحه ما يعجبني لانه دا احس بمواد حافظة ما يعفن، ياخذ فترة ليعفن. فشفت احسن شي ممكن اسوي انه انا اعتمد على نفسي واسوي خبز بالبيت. ويعني لطيفة الحركة، لطيفة الوجبة، عجبتني، وهماتين صحية، شي انتي ضامنته وهم نظيف وكل شي. يعني اهم شي مو مثل تنزلون شعركم تطبخون.